ثم أوصي أيضا إخواني جميعا من الرجال والنساء مع ما تقدم من العناية بكتاب الله والسنة، أوصي أيضا بسماع إذاعة القرآن، فإن بعض الناس قد لا يتيسر له القراءة، وقد تكون قراءته ضعيفة، فينبغي أن يسمع قراءة القرآن من الإذاعة، ففيها خير كثير وفيها فائدة وفيها أحاديث دينية يستفيد منها طالب العلم ويستفيد منها العامة والخاصة والرجال والنساء. فأنا أوصي بإذاعة القرآن والاشتغال بسماعها والاستفادة منها، كما أوصي أيضا ببرنامج نور على الدرب. برنامج نور على الدرب فيه جماعة من أهل العلم يسألون ويجيبون، فأنا أوصي بسماع هذا البرنامج والاستفادة منه، ولا سيما لعامة الرجال والنساء، فإن الفائدة من ذلك عظيمة. فإن المؤمن والمؤمنة يستفيدان من هذا البرنامج وهما على فراشهما، وهما في مجلسهما، وهما في سيارتهما، وهذه نعمة من نعم الله وفضل من الله، فينبغي أن يستغل هذا ويغتنم هذا. ولا أحب أن أطيل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.